منذ اللحظة التي ضبطت فيها الجمارك اللبنانية آلتين لتصنيع حبوب الكبتاغون آتيتين من الصين، بدأت قصة شبكة تجار هذه الحبوب. فعلى أثرها تم توقيف المواطن مروان سعد الملقب بالدكتور لضلوعه في تصنيع المخدرات، وبنتيجة المتابعة تم ضبط حوالي 5 أطنان من مادة الكافيين و2330 لترا من مادة الأثير، بعد توقيف عميل جمركي في مرفأ بيروت قام باستيراد هذه المواد وإخفائها. وبحسب معلومات أمنية فإن التحقيق مع سعد أو الدكتور أوصل إلى 10 أشخاص متورطين في القضية، من بينهم شقيق نائب حزب الله حسين الموسوي وهو هاشم علي الموسوي المتهم بتصنيع حبوب الكبتاغون وتهريبها، وبحقه سوابق في هذا المجال، إضافة إلى شخصين من آل المقداد وشقيق سعد وآخر من آل العبيد واسماعيل وخنيزير وسلام والفخر والموسى. إجراءات التقصي كشفت أيضا عن متورطين جدد في قضية الكبتاغون في بلدة إيعات البقاعية من آل زين. زين اعترف بالتحقيق أنه كان يخلط المواد الكيميائية لتصنيع الحبوب المخدرة لمصلحة أحد الأخوين من آل المقداد ولشريكه هاشم الموسوي، وأن الشقيق الثاني للنائب حسين الموسوي جهاد كان يحضر لاستلام الخلطة من المقداد ويعيدها إليه على شكل أقراص عليها شعار الكبتاغون جاهزة للتهريب. التحقيقات أوصلت إلى متورط جديد هو ذو الفقار علي الموسوي الذي تمت مداهمة منزله حيث وجدت معدات التصنيع. استكمال البحث في القضية أوصل الأجهزة المعنية إلى مستودع في محلة الشويفات يحتوي على معمل كيميائي لتصنيع المخدرات وبالتحديد الحبوب المنشطة، وقد تم توقيف صاحبه من آل ذيب بعد استدراجه إلى محل عائد له في حارة حريك. ذيب اعترف أنه يقوم مع شخص من آل مراد بتصنيع مادة باز الأنفيتامين لمصلحة الموسوي شقيق النائب في حزب الله ولمصلحة عماد المقداد، كاشفا أن شخصا ثالثا يدعى عباس ناصر وهو رجل دين معمم كان يقوم بنقل المواد الأولية إلى المصنع ويستلم المواد المصنعة. وقد تمكنت القوى الأمنية من إلقاء القبض عليه فاعترف بالأمر، كما أقر كل من ذيب ومراد بأنهما يقومان بتصنيع المخدرات في مستودع الشويفات منذ العام 2007 لمصلحة الموسوي لقاء مبالغ مالية وصلت إلى ما يقارب $1,500,000، وقد قاما بإنتاج قرابة طنين من المواد الأولية. وفي وقت ذكرت مصادر حزب الله أن الحزب ألقى القبض على الشقيقين هاشم وجهاد الموسوي بعد الاشتباه بهما. كشفت مصادر أمنية للMTV أن الشقيقين لا يزالان متواريين عن الأنظار، وكذلك شريكهما عماد المقداد، فيما ذكرت المصادر نفسها أن هاشم وجهاد الموسوي مختبئان في بلدة النبي شيت البقاعية.